معانا النهارده انمي مشهور جدا وهو انمي فصل الاغتيال، وبتبدأ معانا بمجموعة من الطلاب قاعدين في الفصل وشكلهم مكتئبين، وبيدخل المدرس بتاعهم اللي بيكون شكله زي الاخطبوط. المهم كل الطلاب بيعملوا اسلحتهم في مشهد غريب جدا وبيضربوا عليه وبيفضل يتحرك بسرعة كبيرة وبياخد الغياب وهو بيتحرك ومفيش ولا طلقة بتصيبه. وبعد ما بيخلص الغياب بنعرف ان الاسلحة ما فيهاش رصاص وان هي ما فيهاش مادة بتأذي البشر اصلا، ولكن المفروض انها تأثر على الكائن ده بس. وبيقول لهم احنا نبدأ درس النهارده، بعد كده نبقى نكمل محاولة الاغتيال بتاعتكم دي. وبنرجع بالوقت ورا شوية ونعرف ان القمر من فترة اتدمر وتحول لهلال، وبنشوف المدرس وهو داخل الفصل لأول مرة، وبنعرف ان هو اللي دمر القمر وانه هو ناوي يدمر الارض كمان، وبيكون معاه ناس مهمين جدا. والمندوب من الحكومة بيقول ان الدولة دي حاولت بكل قوتها انها تقتله بس ما عرفوش بسبب سرعته العالية وانه بيتحرك بسرعة 20 باغ. والمندوب بيكمل كلامه وبيقول الكائن ده هيدمر الارض بحلول شهر مارس، وان الكائن ده طلب ان هو يدرس للفصل ده مقابل انه يسيب الاطفال يحاولوا يقتلوه. والمندوب بيقول لهم انه هيكون المدرس بتاعهم ومهمتهم ان هم يقتلوه يا اما الارض هتتدمر، وبيأكد عليهم ان المعلومات دي سرية جدا وما ينفعش اي حد يعرفها. وعلشان يحمسهم وبيقول لهم ان اللي هينجح في قتله هياخد 10 مليار ين. وبتبدأ الحكومة تسلم الطلاب الاسلحة والذخيرة اللي شفناها في اول الحلقة. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وبعد ما الحصة ما بتخلص الكائن بيقول لهم انه هيروح للصين يتغدى هناك وهيرجع بسرعة. وبنشوف طالب اسمه نجيسة، ويكون هناك 3 طلاب عايزين نجيسة يساعدهم في تنفيذ خطة الاغتيال بتاعتهم. وبعد ما الطلاب بتمشي بيرجع الكائن وهو ماسك صاروخ، ونجيسة بيسأله ايه الصاروخ ده؟ المدرس الكائن بيقول له ان السلطات اليابانية كانت بتحاول تضربه بيه وهو رايح في الصين، واخدوا منهم وهو راجع. وبنرجع للفصل والمدرس بيقول لهم ان هم المطلوب منهم يكتبوا قصيدة فيها كلمة مجسات. وبنشوف نجيسة وهو رايح ناحية المدرس وهو ماسك الكتاب ومخبي وراه سكينة وبيقرب منه وبيحاول يضربه بيها، بس المدرس بيتفادى الهجوم بتاعه بكل سهولة. ونجيسة بيحضنه وكان في قنبلة حوالين رقبته مليانة بالمادة اللي ممكن تقتل المدرس ده. وبعد ما بتتفجر بنشوف نجيسة وهو مرمي على الأرض وعليها مادة شكلها غريب جدا. وبنشوف المدرس وهو على السقف وبيتغير لونه إلى اللون الأسود وبيكون متضايق جدا ومتعصب، وبيخرج في ثواني بيلف المدينة كلها وبيرجع معاه العناوين كلها بتاعت الطلاب. وبنعرف ان هو متضايق لان نجيسة كان ممكن يموت بسبب اهمالهم، وبيشكر في هجوم نجيسة وبيقول ان هو كان هجوم غير متوقع. ونجيسة مش عارف اذا كان المدرس ده طيب ولا شرير ولا ايه حكايته بالظبط. وبنشوف ذكرى مش مفهومة للكائن ده وهو حاضن بشرية وقت موتها وبتوصيه ان هو يدرس الفصل ده وياخد باله منه. وبنرجع تاني والمدرس بيقول لهم ان هو معاه لغايه اخر شهر مارس، ونجيسة بيقول له انه هيقتله قبل الوقت ده وبيكون واثق من نفسه قوي. وبنشوف طالبه من الفصل وهي بتساله اسمه ايه، بيرد عليها ان هو ملهوش اسم، فبيقرروا يسموه كورو. بنشوف الكائن كورو وهو قاعد ورا المدرس، وبنشوف الكائن كورو وهو قاعد ورا المدرسه وهو بيشرب المشروب بتاعه وبيقرا الجورنال. وبيجي سيجين وهو معاه كوره مليانه بماده البي بي وبيشوطها على كورو على امل ان هو يقتله، بس فجاه كورو بيظهر وراه في مجهد جامد جدا. وبنشوف الجرنان وهو لسه في الهواء مكانه من كتر سرعته، وكورو بيقول للطلاب انه راح جاب قفاز علشان يعرف يمسك الكوره بتاعتهم. وبيمشي كورو وبيفكرهم ان معاهم لغايه اخر مارس، وبيقول لهم ان الفكره بتاعتهم حلوه بس يشوفوا غيرها. بعدها بيكون سجينو قاعد في الفصل ومحبط بسبب ان هو فشل في المهمه. وبعد ما الحصه ما بتخلص كورو بيقول لهم ان هو رايح امريكا علشان يشوف ماتش بيسبول. سجينو بيكون قاعد على السلم قدام المدرسة ومتضايق، وبيجيله كورو بعد ما بيرجع من أمريكا. وبنعرف إن سجينو كان في فريق البيسبول واتطرد منه علشان هو بقى في الفصل إيه، وبنعرف إن الكل بيحتقر الفصل ده. ونجيسة بيشوف من شباك الفصل إن كورو قاعد مع سجينو وبيكون قلقان إنه يوبخه على اللي حصل الصبح. ولما بيخرج بيلاقي كورو ماسك سجينو بمجساته وبيقول له إنه لما حاول يرمي عليه الكورة الصبح قلت إن دي حركة أريتا وده بيكون لاعب محترف في الدوري الأمريكي. وبيقول سجينو إن جسمه ضعيف جدا مش زي أريتا وإنه مش هيعرف يتعامل بنفس الأسلوب، وبيقول إن مفصلات الكتف عنده سريعة وإن ده أحسن حاجة وممكن إن هو يستغل الموضوع ده. ونجيسة بيروح وراه وبيقول له كورو يعني أنت رحت أمريكا مخصوص عشان تساعد سجينو؟ كورو بيقول له ان هو المعلم بتاعهم ودي وظيفته. بعدين بنشوف سجينو وهو بيرمي الكوره على نجيسة وبيكون الفرق في المستوى بتاعه كبير عن الاول، وبيروح لكورو وبيستأذنوه لو فاضي علشان يحاولوا يقتلوه، وهو بيعمل الوش الاخضر بتاعه وبنعرف ان هو كده بيستهزئ بيهم. وبعدها بنشوف كورو وهو في الجنينه والطلاب كلها بتهجم عليه وبيحاولوا ان هم يقتلوه، بس هو بسرعه كبيره جدا
جدا بيخطف اسلحتهم، بيحط في ايديهم ورد مكانها من غير ما يحسوا باي حاجه. وواحده من الطلاب بتتعصب لان هم زارعين الورد ده، وكورو بيتوتر وبيروح يجيب بذور تانية علشان يزرعها مكان الورد اللي هو قطعه. بنروح لمكتب المدير المدرسه، بيكون سوما بيطلب من المدير ان هو كمان يبقى مدرس الفصل ايه علشان يراقب الوضع هناك، والمدير طبعا بيوافق. ولما سوما بيروح للفصل بيقابل بنته بيسالها عن كورو، وبتقول له ان هو قطف الورد اللي في الجنينه عشان كده بيتعاقب. وبنشوفه هو متعلق في شجره وعمال بيهز نفسه بسرعه كبيره، ومفيش حد من الطلاب عارف يصيبه، وبيكسر فرع الشجره وبيفضل يتدحرج بسرعه كبيره علشان يهرب منهم. وسوما بيكون مستغرب من اللي بيحصل، وبيقولوا هما مالهم الطلاب بقوا متعايشين مع مهمه الاغتيال ومستمتعين بيها كده. وبنشوف 2 من وزاره الدفاع وهم عند طالب مفصول واسمه كارما، وبيطلبوا منه ان هو يرجع المدرسه تاني على الفصل ايه، وهو بيفرح جدا من طلبهم وبيقول لهم هو اصلا قاتل صغير ودي فرصتي. ونروح لحصه اللياقه البدنيه، والمدرس بتاعها هو سوما، وبيعلمهم ازاي يطعنوا كورو، وبيعلمهم طريقه الطعن بالسكينه. وكورو بيكون متضايق جدا من سوما لانه واخد الطلاب منه. وبعد ما الحصه ما بتخلص وبيروح الطلاب للفصل علشان عندهم امتحان. في الوقت ده بيكون كارما وصل وبيروح علشان يسلم على كورو، بس لما بيمسك ايده كورو بتفرقع. ولما كارما بيطلع السكينه علشان يطعنه، بس كورو بيتحرك بسرعه كبيره جدا كالعاده، وكارما مش بيقدر يسيبه. وبيرجعوا للفصل بيكون كارما قاعد مستمتع بالموضوع، وبيتعرف على الطلاب. وبنشوف كارما وهو قاعد بيستفز في كورو علشان عامل له فخ عشان عايز كورو يدخل لجوه يتكعبل في الكوره اللي هو حاططها، وده فعلا اللي بيحصل. بيروح كارما وبيمسح الايس كريم في هدوم كورو. وبعدها بنشوفهم وهم خارجين من المدرسه، ونجيسه بيسلم على حد من زمايله قبل ما يروح. وبنشوف ورا كام طالب من اللي كانوا معاه في زمان، وبيفضل يتنمروا عليه بسبب ان هو حاليا في الفصل بتاع الفاشلين. بس كارما بيظهر قدامه وبيكون معاه ازازه، وبيقول لهم ما تيجوا نلعب شويه، واللي هيموت الاول هو الخسران. العيال طبعا بتخاف منه وبتطلع تجري. وبيروح كارما وبيسلم على نجيسه بيساله لو عنده اي معلومات عن كورو، ونجيسه بيقول له عن كل المعلومات اللي جمعها عنه. وتاني يوم بيدخل الفصل بيلاقي اخطبوط مرمي وفي راسه سكينه، وبيكون كارما هو اللي عامل كده علشان يعرف ان نهايته قربت. كورو بيروح له بيستفزه وبيعمل من الاخطبوط اكل ليه على النار. وطول اليوم كارما مش سايب كورو في حاله وبيحاول ان هو يقتله، وطبعا كورو بيكون مركز معاه وبيلحق نفسه في كل مره. وبنشوف كارما وهو زعلان علشان كل مره بيفشل، وبيجي نجيسه وبيهون عليه وبيقول له ده الطبيعي علشان اصلا كورو مركز معاك. وكورو بيجي لكارما وبيقول له ان هو متاح في اي وقت لو عايز يجرب تاني ان هو يقتله. وكارما بيقول له انت ممكن ترمي نفسك في الخطر علشان طلابك. وبنشوفه بيعمل حركه غريبه وبيطلع مسدس وبيقول له انا هرمي نفسي من على الحافه دي، ولو انقذتني انا هضربك بالنار. وفعلا قبل ما يوصل للارض بامطار، كورو بيلحقه وبينقذه، وطبعا كارما مش بيلحق انه يقتله. بعدها بنشوف كورو متنكر وبيشتري شويه حاجات من السوبر ماركت، وبنشوفه وهو خارج 3 اشخاص بيضايقوا بنته ومش بيعجبوا الوضع، وبيضربهم كلهم. وبيروح يطمن على البنت دي، وبنعرف انها رايحه لنفس المدرسه اللي هو فيها علشان طلعت مدرسه هناك، وده اول يوم ليها واسمها ارينا. وبعد ما بيروحوا المدرسه بتفضل لازقه فيه طوال الوقت بطريقه غريبه ومريبه. وفي حصه اللياقه البدنيه ارينا بتطلب من كورو انه يروح يجيب لها شاي من تيوان، وبيروح على هناك. واول ما بيمشي بتقول للطلاب انها مش هتتصنع اللطف وهو مش هنا، وان هي جايه علشان تغتاله. وبيجي نفس ال3 اشخاص اللي كانوا بيضايقوها قدام السوبر ماركت، وبنعرف انهم المساعدين بتوعها، وبيعملوا فخ في اوضه المخزن علشان يقتلوه. بس كورو بيكون عارف اللي بيحصل من ريحه الاسلحه، وكمان بيكون محدد مكانها وبيتفادى الفخ بسهوله. وطبعا ارينا بعدها بتكون قاعده متضايقه من اللي بيحصل، والطلاب بيقولوا لها انها لو مش هتدرس لهم حاجه تروح تشوف لها اي حاجه تعملها علشان هم عندهم امتحان في ماده كورو. وبيطردوها بره الفصل، وارينا بتروح لسوما وبتقول لهم ان الاطفال دول بيعاملوني كده ليه؟ انا اكبر قاتله مأجوره في البلد، بيحصل فيا كده. وهو بيقول لها ان هم مجرد اطفال، وانها بالنسبه لهم شخص عادي، وانهم كمان متكبرين ومميزين عنها في طرق القتل، وانها لو عايزه تكمل في المدرسه دي لازم تروح وتعتذر لهم. وفعلا بتروح ارينا للفصل وبتعتذر للطلاب. وبنشوف كورو وهو بيدي حصه الكيمياء للطلاب، وبتيجي طالبه وبتقول له انها عامله شويه سم وعايزاه يجربه، وهو بيقول لها حاضر انا هجربه علشانك. ولما بيجربه وشه بيتحول للون الرمادي، وبيقول لها ان السم ده كويس بس للاسف مش هيأثر فيه، ويقول لها كمان انه ممكن يشتغل معاه على تركيب السم يموته. وبنشوف بعدها اجتماع لطلاب المدرسه، وبنعرف ان المكان ده اجتماع بره المدرسه، وعلشان
علشان يوصلوا للمكان الاجتماع بيكون فيه مخاطر كبيرة جدا علشان يقدروا يوصلوا للمدرسة الرئيسية اللي بيكون فيها الاجتماع. ولما بيوصلوا بصعوبة طلاب المدرسة بيتنمروا على الفصل وسوما يقرر ان هو يسيب كورو في الفصل علشان ما يلفتش الانظار. وبيطلع واحد من المدرسين بيقول لهم ان اتوزع عليهم ورقة فيها الاحداث بتاعة الاجتماع، وبيطلع واحد من الفصل بيقول انه مش معاهم الورقة ده، والمدرس بيقول له بص في اي ورقة وخلاص. في الوقت ده بيجي كورو بينسخ الورق وبيوزعه بسرعة على الطلاب بتوعه، وبيجي 2 من الطلاب بعد الاجتماع علشان يتنمروا على نجيسة، بس هو بيخوفهم من غير ما يلمش حتى. الواد ده كاريزما قوي يا جماعة. بنشوف المدير قاعد وبيفكر ومتضايق ان الطلاب الفصل بقوا متفوقين على باقي المدرسة، وعاوز يلغي حوار الفصل الاغتيال ده علشان محدش منهم يتكبر على اللي اعلى منه. المهم المدير بيقول لكورو على اللي في دماغه، وكورو بيتضايق جدا من طريقة تفكيره، وبيروح للفصل وبيعمل اختبار للطلاب بتوعه، بس بيكونوا مش مهتمين لان بيكون كل اهتمامهم انهم يقتلوه. وبيجمعهم وبيقول لهم انا قدامكم وروني هتقتلوني ازاي، وبيقول لهم لازم دايما يكون عندهم خطة بديلة. وبيكمل كلامه وبيقول لهم ان بكره عندهم اختبار، ولو فشلوا فيه هيمشي وهيدمر المبنى باللي فيه، ولو قدروا انهم ينجحوا هيفضل في المدرسة. وبيجي يوم الاختبار والطلاب مش فاهمين اي حاجة، بس هما بيقدروا يحلوا الاختبار بسبب تدريبات كورو ليهم، ولما النتيجة بتظهر بتطلع درجاتهم زي الزفت. ساعتها كارما بيقول له كورو اي خلاص ناوي تخلع وتسيبنا ولا ناوي تكمل معانا؟ كورو متحمس جدا بيقول لا هنكمل مع بعض وهنعوض في الفاينل. ولغاية هنا بنكون خلصنا القسم الاول. تابعنا علشان هنعرف ايه اللي هيحصل في الفاينل، وهل هيعدوه ولا لا. كل ده هنعرفه في القسم التاني، وما تنساش تعمل فولو ولايك وتصلي على النبي.